السلام عليكم. نجح هذا اليوم فريق وداد تيفلت في الفوز على منافسه فريق الآفاق الرياضي لجرف الملحة عن قمة الدورة 11 بثلاث أهداف لواحد، حيث أنهى مرحلة الذهاب دون خسارة وتصدر لائحة الترتيب ب31 نقطة، حيث كان لاعب وداد تيفلت الأفضل خلال الجولة الأولى، واستحوذوا على الكرة طيلة مراحلها إلى حدود النصف ساعة الأولى، حيث سجل اللاعب أيوب الزياتي هدف السبق لصالح وداد تيفلت. وتواصلت هجمات الفريق المحلي وضغط الهجوم الودادي إلى أن سجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى، والموقع هنا هو اللاعب اليوسفي الذي أبلى البلاء الحسن في هذه المباراة. ومع بداية الجولة الثانية تحرك فريق جرف ملحة لمحاولة تقليص الفارق، إلى أن الدفاع الصلب للمحليين حال دون ذلك، وتوالت هجومات الضيوف إلى أن تأتى لهم ذلك بتسجيلهم للهدف الأول. ثم بعد ذلك استطاع لاعب وداد تيفلت المهاجم اليوسفي إحراز ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أيوب في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. وبهذا الفوز استطاع وداد تيفلت الظفر بلقب بطولة الخريف بعد احتلاله المركز الأول ب31 نقطة. إلى اللقاء.